فيديو النهارده ما هوش كليك بيت ولا انا بحاول اخدعكم، بل بالفعل اللي كاتب سكريبت الفيديو ده اختي الصغيره. هي شغوفه بالحضاره المصريه القديمه، وبالرغم من صغر سنها الا انها عارفه عنها معلومات كتير، فده اللي شجعني اخليها تكتب سكريبت الفيديو عنها. وصدقوني انا اتصدمت من طريقه سردها ليه، وانتوا كمان هتتفاجئوا واحنا بنحكي القصه. فتعالوا نشوف هل هتقدر من خلال كتابتها تسرد قصه كامله ولا لا. انا هسيب الحكم ليكم انتوا. يلا نبدا. خلونا نتفق ان مفيش متاحف كتير زي المتحف المصري الكبير، مفيش في جماله ولا روعته ولا شكله المعماري والهندسي الرائع. المتحف المصري الكبير مساحته تتجاوز اضعاف مساحه متحف اللوفر في فرنسا. مساحته حوالي 500 ألف متر، يعني تقريبا مبني على حوالي 117 فدان. انت متخيل الصرح العظيم ده شكله من قريب عامل ازاي؟ ده اكبر واول متحف في العالم مخصص لحضاره واحده، اعظم واقدم حضاره في التاريخ، الحضاره المصريه. المتحف ده حصل على جوائز كتير، ومن اهمهم انه دخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه، وكمان حصل على شهاده المباني الخضراء، ودي شهاده بتتاخد لما المبنى يكون صديق للبيئه. وعلى فكره المتحف ده هو اول مبنى ياخد الشهاده دي في افريقيا والشرق الاوسط. هتلاقي في مدخل المتحف مسله الملك العظيم رمسيس الثاني، وهي اول مسله معلقه في العالم، واللي اتنقلت من منطقه صن الحجر في الشرقيه. مسله طولها 16 متر ووزنها حوالي 110 طن. سبب تعليقها هو انها تخلي الزائرين اللي هيقفوا تحتها يشوفوا خرطوش الملك رمسيس الثاني الموجود في قاعده المسله، وده حصل عن طريق وضعها على قاعده خرسانيه مرفوعه على 4 أعمدة، وده بيخليك تشوفها كانها بتطفو او بتطير. وعايز اعرفك ان المسله دي شكلها تحفه وبتبين عظمه مصر وعظمه الملك رمسيس الثاني. الحدائق الكونيه هي مساحات خضراء واسعه بتحيط بالمتحف، واتصممت علشان تكون متنفس للزوار. والمفاجاه ان مزروع فيها بعض من انواع النباتات اللي كانت معروفه في مصر القديمه. أول وأحسن حاجة هتلاقيها في المتحف في البهو العظيم هي تمثال الملك رمسيس الثاني، ده برضه هو صاحب المسلة المعلقة اللي اتكلمنا عنها. ما تستغربوش، ملك عظيم زي الملك رمسيس الثاني عمل حاجات كتير قوي، من معابد، تماثيل ومسلات، وحتى كمان له تماثيل ومسلات في جميع أنحاء العالم. المهم، تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود في البهو طوله حوالي 12 متر تقريبا، ووزنه أكتر من 83 طن. والتمثال ده منحوت من الجرنيت الوردي اللي كان في محاجر أسوان، وعمره حوالي 3200 سنة تقريبا. وتم نقل التمثال من ميدان رمسيس عام 2006 للمتحف. تمثال رمسيس الثاني اتحط في مكان معين علشان يسمح للشمس تتعمد على وشه زي معبد ابو سمبل في اسوان، وده بيحصل مرتين في السنه، يوم 21 اكتوبر اللي يقال انه يوم ميلاده، ويوم 21 فبراير اللي يقال انه يوم توليه الحكم. ضوء الشمس بيدخل من خلال فتحه في المتحف علشان ينور وش التمثال. كمان في عمود الملك مرنبتاح ابن الملك رمسيس الثاني، واللي بيصور انتصارات الملك مرنبتاح على الليبيين. طول العمود حوالي 5.6 متر، وزنه حوالي 17 طن، بالاضافه كمان الى تماثيل اخرى. كل ده موجود في البهو. ندخل بقى على حاجة ما تقلش عظمة عن البهو، وهي الدرج العظيم. الدرج ده ضخم جدا، وبيمتد لمسافة 64 متر، وبيرتفع حوالي 24 متر. بيتعرض على الدرج أكتر من 60 تمثال وقطع أثرية تقيلة مرتبة على حسب الملكية، الأماكن المقدسة، الملوك والآلهة، والرحلة الأبدية. ده غير قاعات العرض الرئيسية، واللي أهمها وأشهرها قاعة الملك توت عنخ آمون. بتضم القاعة أكتر من 5000 قطعة أثرية خاصة بالملك توت عنخ آمون. أهم قطعة في القاعة هي القناع بتاع الملك توت عنخ آمون، وزنه بيوصل لأكتر من 10 كيلو جرام من الذهب الخالص، وارتفاعه حوالي 54 سنتيمتر. ده كمان غير الخنجر بتاعه واللي مصنوع من معدن جاي من نيزك، يعني معدن غير أرضي. في القاعة كمان عصيان الملك توت، واللي فيها الأعداء مرسومين في أسفلها علشان تظهر وكأن الملك بيدهس الأسرى الآسيويين والنوبيين لما يمسك المقبض. وعدد العصيان دي بيوصل لحوالي 130 عصا متنوعة الأشكال والأحجام. ده غير 3 توابيت، 4 مكسورات، 6 عجلات حربيه، والصنادل المطرزه بالذهب، والمقعد الملكي اللي هو العرش، وادوات اللعب زي لعبه السنت، ودي من اقدم الالعاب الورقيه في التاريخ، وملابس الملك توت من الكتان. مراكب الملك خوفو، واللي يقال انها مراكب كان بيستخدمها الملك في حياته الاخرى مع الاله رع اله الشمس، واستخدمت لنقل جثمان الملك خوفو من منف الى مقبرته في الجيزه عبر النيل. وزن المراكب 45 طن، وطولها 42 متر، وعرضها تقريبا 5.9 متر. المراكب دي وجدت مفككة في حفرتين بجوار الهرم الخاص بالملك خوفو، اللي هو الهرم الأكبر يعني. واكتشفها عالم الآثار المصري كمال الملاخ سنة 1954، وده كان بالصدفة وهو بينظف. أقدم قطعة أثرية موجودة في المتحف هي البلطة الحجرية، واللي هي عبارة عن قطعة حجرية كانت بتستخدم لتقطيع اللحوم والجلود والطعام. ولكن اللي مستحيل حد يتخيله هو إن عمرها حوالي 500 ألف سنة، يعني نص مليون سنة. والبلطة دي كانت بتستخدم في عصور ما قبل التاريخ، وهي حاليا زي ما قلنا أقدم قطعة أثرية موجودة في المتحف. كل اللي اتكلمنا عنه ده مش هو بس اللي موجود في المتحف، لأن في كمان مرافق بحثية وعلمية، ومنها مركز الترميم واللي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وبيضم معامل متخصصة لترميم الأخشاب والأحجار والمنسوجات. ده غير كمان متحف الطفل، قاعة العرض المؤقت، مركز المؤتمرات، والمنطقة التجارية الترفيهية اللي بتضم المطاعم والكافيتريات ومحلات بيع المستنسخات الأثرية والهدايا.
تعالوا بقى نتكلم عن تمثال الإله هابي إله النيل والفيضان واللي موجود في المنطقة الخارجية بالمتحف وتحديدا في منطقة اللاندسكيب عند المجرى المائي اللي بيرمز ويحاكي نهر النيل. التمثال بيقع بين المتحف الرئيسي ومتحف مراكب الشمس، وهو ضخم ومصنوع من الجرانيت الوردي وارتفاعه 5.4 متر وزنه حوالي 6 طن. استخرج من مدينة هيراكليون الغارقة في خليج أبيقير في الإسكندرية ويعود للعصر البطلمي، وتم وضعه في المكان ده علشان يظهر وكأنه بيحرس مجرى الماء. وهنا القصة بتقف شوية، مش لأن اللي جوه المتحف خلص، لكن لأن الإحساس اللي طلع من المكان ده صعب يتوصف. يمكن المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى ولا مجرد تماثيل وحجارة قديمة، ده حكاية حضارة لسه بتتكلم ولسه بتفاجئنا. حتى لو اللي بيحكيها بنوتة صغيرة، الحقيقة إن أكتر حاجة فاجأتني مش ضخامة المتحف ولا الأرقام ولا العظمة اللي إحنا عارفينها عن مصر القديمة. اللي فاجئني بجد إن شغف صغير ممكن يحكي تاريخ كبير، وإن الحضارة دي لسه قادرة تلهم أجيال جديدة وتخلينا نشوفها بعين مختلفة. دلوقتي بقى قولوا لي رأيكم بصراحة، هل السكريبت ده قدر يحكي قصة كاملة؟ ولو هل القصة كانت ممتعة ولا لأ؟ مستني رأيكم في الكومنتات. ولو حابين تشوفوا فيديوهات تانية مكتوبة بنفس الطريقة قولوا لي تحبوا نتكلم عن ايه. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان الرحلة لسه مكملة. اشوفكم في فيديو جديد. خوارزميات اليوتيوب بتقول ان الفيديو ده هيعجبك، ليه ما تدلوش فرصة؟